الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في سلسلة التعليق على الحديث 40 النووية، وصلنا فضل الله سبحانه وتعالى الحديث العاشر، وهو كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تعالى: أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه البخاري وقال: حسن غريب. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري. وقوله إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة، وجواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده ما قال. والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد أي منزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. والمراد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل أن المراد بهذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقول إن الله لا يقبل إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل أنه يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا كله وقد قسم الله سبحانه وتعالى الكلام إلى طيب وخبيث في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل أنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضا. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: الذين توفاهم الملائكة طيبين. وأنما تقول للمؤمن عند الموت:
اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه أن الملائكة تسلم على المؤمن عند دخوله الجنة ويقول لهم سلام عليكم طبتم. وقد ورد في الحديث إن المؤمن إذا أزار أخاه المؤمن تقول له الملائكة طبت وضاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما يسكن في قلبه من الإيمان، وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارح من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهي الطيبات كلها يقبلها الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحصل به طيب الأعمال للمؤمن أن يكون طعامه أو مطعمه طيب، وأن يكون من الحلال، فبذلك يزكو عمله. وفي الحديث إشارة إلى أنه الله سبحانه وتعالى يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. فإنه بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله تعالى مخاطبا الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال مخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فكلما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول. فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد أيضا فيه نظر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا ب10 دراهم في ثمنه درهم حرام لم يتقبل الله له صلاته ما كان عليه. إذن فهنا أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال لهذا الرجل حالته وهيئته تقتضي أن يستجاب الله عز وجل له لأنه مسافر، وقد ورد أن المسافر لا دعوة مستجابة. ومع هذا هيئته رثة أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء ويدعو كذلك دعاء الأنبياء: يا رب يا رب. يعني دعاء الأنبياء كان دائما فيه ربي يا رب، وكان يدعون بهذا ويستجيب الله عز وجل لهم. لذلك أيوب عليه السلام لما دعا استجاب الله عز وجل وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. فدائما دعاء الأنبياء فيه ربي. لذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يديه، وورد في الحديث أن الله عز وجل يستحي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما
صفرا. مع كل هذه الأسباب التي تقتضي استجابة الله عز وجل دعاه، مع هذا هو محروم من استجابة الدعاء، وذلك لأن أطعامه حرام وشرابه حرام وملبسه حرام وتغذى وتقوى بالحرام، نسأل الله السلامة والعافية. فذلك قال فأن أن يستبعد كل استبعاد أن يستجاب له ما دام هكذا مطعمه حرام ومشربه حرام والبسه حرام، حتى وإن كان عنده أسباب استجابة الدعاء من سفر، ومع هذا أشعث أغبر ويمد يديه ويقول يا رب، مع كل هذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له، لأنه عنده موانع خطيرة جدا. وذلك على المؤمن أيا كان أن يحرص غاية الحرص أن يأكل من الطيبات كما أمره الله سبحانه وتعالى، وأمر المرسلين كذلك أن يأكلوا من الطيبات. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالإنسان مثلا إذا يعني سرق وتصدق هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني سرقة. وكذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى، فالإنسان إذا حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ وهذا فيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا تقبل الله عز وجل منه مع مباشرة الحرام. ولكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه من الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الحسن يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يقبل منه عمل إلا إذا كان طيبا، والله عز وجل يقبل إلا طيبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا تصدق بحرام هذا مردود عليه، وإذا حج بحرام هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا بنى مسجدا من الحرام أو هذا لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، فلا بد أن يكون المال حلالا والعمل صالحا ليتقبل الله سبحانه وتعالى من صاحبه. وعلينا كما ذكرت آنفا علينا المؤمن دائما أن يحرص على الأكل من الحلال والتغذي من الحلال. لذلك كان السلف حتى إذا أراد الزوج أن يخرج تقول له اتق الله فينا ولا تأكلنا إلا من الحلال فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. أما نساء زمنا والله المستعان، واحد معدته ولا راجل يأتي بالفضة له من يأتي بها، الله المستعان. على كل حال نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا الأكل من الحلال والبعد عن الحرام أيا كان أكلا أو شربا أو طعاما. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد